انت وصلت لحد 20 سنه تلعب في الاهلي. قلت لك منشن كده في كومنت، قلت لك انت هتجيبني امتى. انا كنت من الناس اللي هتكمل، مشيت من الاهلي بمشاكل. كابتن مدحت شلبي بيكلمك في مره؟ لا كنت مجرم على فكره، كنت بقول حاجات مش بعملها، انا نفسي اصلي. كنا مقضينا، انا مصدق، اصل انا جربت اللي بيدعي بيبان عليه جدا. انت بادئ كلامك علشان الناس تقول عليك كذا وكذا، ده رياء. المفاجاه الاكبر ان انا مش بيدخل لي اي عائد مادي من السوشيال ميديا. في الدعوه انت بتتفضح. انا كنت بعتقد ان الفروض مش 5، كنت بعتقدهم 6. انسى 6 تشد راجل فوق، دي مش دماغ الراجل يشيل بيت. الحديث ده اي واحد يتجوز لازم يعدي عليه. انا حبيت قبل كده، انت اوحش واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم حسين سيد وحلقه جديده من بودكاست ما وراء البار. والحلقه دي مختلفه تماما عن كل الحلقات اللي انت شفتها قبل كده، لان الحلقه دي بنوجه في منظور مهم جدا لاي انسان عايش على وجه الارض، مش بس الشباب، مش بس البنات، لا كل الناس ان شاء الله هتستفيد من الحلقه دي. لان معايا واحد من اقوى صناع المحتوى في الحته دي، واحد انا بحبه على المستوى الشخصي، وهو الحمد لله متالق دلوقتي والناس بتسمعه والشباب بتسمعه. طريقته كويسه جدا جدا في الكلام والحديث، وان هو يوصل التوبيك عشان يفيد الناس في الحته الدينيه خصوصا بيفرق كتير. الاكس فوتبول بلاير يوسف غالي، عامل ايه يا جو؟ ازيك؟ ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ اخبارك مبسوط إزاي؟ ان انا معاك والله. يعني انا مبسوط ان انت اول هي حاجه ضيفي. بدايه الموضوع اصلا ان انا اللي عملت لك منشن كده في كومنت، قلت لك انت هتجيبني امتى، صح؟ بس انا كنت عايز اتكلم معاك أيوة. لما رجعت من السفر، بس سبحان الله القلوب بتتلاقى. انا الحمد لقيتك لله. عامل الكومنت ده فقلت يلا بقى نستغل الفرصه. لا وده كان فيديو ليك اصلا موجه ليك بالاسم اصلا والله. ده احنا هنتكلم في المواضيع دي كتير. لازم. مسابقة النهاردة في حلقة يوسف غالي هي انك هتقطع اي جزء انت شايفه مفيد في الحلقة وتنزله على تيك توك او انستجرام، ولو الفيديو ده جاب اكتر من مليون، يعني عدى المليون، ان شاء الله هتكسب معانا 3000 جنيه. وخلي بالك الموضوع ليميتد المرة دي، مش مفتوح زي كل مرة، فالحق نزل الفيديوهات بتاعتك بسرعة عشان تلحق تكسب معانا. بس قبل ما نبدأ محتاجين نعرف يوسف غالي. اول حاجه اسمك يوسف غالي ولا عشان انت مسمي نفسك في الهاندل بتاع الانستجرام؟ لا ده انا عشان كنت الكوره وكده، وكانوا بيشبهوني بابا حسام غالي عشان الكوره. انت كنت لعيب في الاهلي؟ كنت بلعب في الاهلي. يعني احكي لنا حكايه الاهلي دي. انا كنت بلعب كوره من وانا عندي 5 سنين. بدات في اكاديميه الخطيب بتاعت أيوة كابتن أيوة. الخطيب في الرحاب. عارف. وبعد كده الخطيب كان بيودي كل اول سيزون يودي احسن لعيبه في الاكاديميه وكده، فانا كنت اترشحت ورحت صغير جدا، وبدات بقى يعني تدرجت في الناشئين لغايه ال 20 سنه. فاهم. وبعد كده بقى حصلت ظروف الوفاه بتاعت والدي، وصلت لحد الله يرحمه. وصلت لحد 20 سنه بتلعب في الاهلي. وكابتن فرقتي الحمد لله، ما شاء الله. واستدعيت للمنتخبات. وكنت طب وغالي ده عشان حسام غالي؟ يعني حسام غالي اوكي كابتن وكده يعني. وبدات بقى اتكافئ بكده بقى. يعني مثلا عندنا ماتش مهم مع الزمالك، كان عندنا كابتن اسمه تامر حفني. فكان كابتن تامر حفني هو المدير الفني بتاعنا، فعندنا الزمالك ده الفاينل نكسبه وناخد الدوري. فقبل ما تراي ماتش اللي هو قبل الماتش بيوم لقيت التليفون، كابتن تامر بيقول لي رد على التليفون. رديت لقيت حسام غالي في التليفون. اوبا. قال لي بكره عايزين نكسب ومش عارف. كابتن. رحت تاني يوم الماتش باكل العيال بجري وراهم في الملعب اللي معايا واللي ضدي بقى. طب انت شايف ان حسام غالي هو احسن كابتن في تاريخ الاهلي؟ بالنسبه لي حسام غالي في الكوره حاجه تانية خالص بجد. يعني هو احسن نص ملعب انا شفته يعني. بستمتع بيه. طيب انت دلوقتي كنت لعيب كوره في 20 سنه، مش عارف بقى هل هم ساعتها قالوا لك ادوك استغناء ولا حصل اصابه ولا؟ لا انا كان ساعتها حصل دمج بين السن بتاعي والسن اللي فوق مني، فكان بيصفوا الاعداد. انا كنت من الناس اللي هتكمل، بس كان عندي بقى مشاكل. انا كنت يعني غير الشخصيه اللي بتتكلم دلوقتي خالص. يعني كنت في الكوره كنت تقيل ادب وبجح واللي هو انا عايز العب فريق اول، مش عايز اكمل ناشئين. كنت شعرك. انا كنت في كنت واد صعب جدا يعني في الكوره كده. فهي يعني مشيت من الاهلي بمشاكل، ما مشيتش عشان خاطر استغنى او حد سرحني او كده، لا خالص يعني. لان انا كنت واخد وضعي، يعني كنت بفضل الله ليا مكانتي ومعروف جدا. يعني انا على السوشيال ميديا معروف بسبب الكوره اصلا. يعني ابتداء انا كان عندي 100 و120 الف فولور وانا عندي 16 سنه بسبب الكوره. فانا كنت في المجال ده معروف في الناشئين خصوصا اللي هو يوسف غالي استنوده الكابتن. هو ده والتلفزيون بقى والحاجات دي، الاخبار لسه موجوده لغايه دلوقتي. كابتن مدحت شلبي بيكلمك في مره؟ لا كنت بطلع بقى في قناه الاهلي مع اسلام الشاطر كده. كنا بنطلع هناك على طول. طيب ايه اللي حصل بقى السويتش؟ انت دلوقتي كنت لعيب كوره وحاطط نفسك في الكارير. لا كنت مجرم على فكره. عشان انا بحب انبه يعني عشان لما شاب يجي يكلمني ما يفهمش ان انا ايه مولود بلحيه في لساني يعني. لا يعني كنا مقضينا خالص يعني خالص جدا. اقصى الشمال مثلا. اقصى الشمال خالص، مش مثلا اقصى الشمال خالص. طب ايه السويتش جه منين؟ والله السويتش بقى ده جه بالتدريج. يعني هو ما جاش، ما اقدرش اقول لك مثلا ايه صحيت من النوم لقيت الدنيا بتمطر وبرق ورعد وبعد كده لقيت نفسي متدين. لا ما حصلش كده يعني. فالموضوع جه واحده واحده. اللي واحد صاحبي بيكلمني كتير عن ربنا سبحانه وتعالى ويلا نصلي ومش عارف ايه، فبدا الموضوع يجي من هنا. بدا ان انا طب يا يوسف انت معروف، ما تنزل فيديو تتكلم. عشان كده لما حد يوجه لكم كلام او بشوف الكومنتس مثلا حد يوجه لكم كلام ما تسكتوا. يعني انا واحد من الناس جيت كده على فكره. يعني انا جيت ان انا في اول الفيديوز اللي كنت بعملها كنت بقول حاجات مش بعملها. اوكي تمام عشان تنصح الناس بس انت مش قادر تعمل. انا عجباني النصيحه يا عم. انا عجبني جدا ان في غرف لاهل قيام الليل. ما انا عايزك تصلي قيام الليل. طب انا ما نفسي اصلي. انا بقول لك بقى صلي يمكن اجي وجيت كده.
يعني انا جيت اللي هو طب انا بتكلم عن قيام الليل، فخدت نصيحه من الشيخ محمد الغليظ ربنا يبارك فيه. قال لي بص يا يوسف، دي اول نصيحه خدتها في حياتي بقى في فكره الدعوه وكده من 3-4 سنين. قال لي بص يا يوسف، قبل ما تتكلم عن حاجه عيشها الاول، حلو. دي هتفرق معاك جدا في الدعوه. طبعا. فمثلا انا مقرر هعمل فيديو يوم الجمعه والخميس عن قيام الليل، انا الاسبوع ده هجرب اقيم الليل، وعملت كده فعلا. فلما طلعت اتكلم عن قيام الليل لا الكلام مختلف، انا مصدق اصل انا جربت، فاهم حاجه؟ غير بقى ما اجي اقول لك ايه والله بص قيام الليل ده هتحس براحه، وانا ما جربتش الراحه، هتشوفها مني كلام انشا كده، غير لما اكون عشت الموضوع فيك بيرسونا زي ما بيقولوا بالظبط كده، اللي هو بتدعي ان انت عملت كذا، بيبان جدا انت بتدعي، اللي بيدعي بيبان عليه جدا طبعا. يعني بالذات في الدعوه. يعني انا ممكن ادعي العلم في رياضه مثلا وتعدي مني في كام معلومه والدنيا تمشي، يعني فاهم، افيك الموضوع. لكن في الدعوه انت بتتفضح، يعني ما انت مكشوف. هو ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث مرسل في معنى الحديث، لو عملت العمل في صخره صماء اظهره الله كائنا ما كان، هتستخبى جوه صخره ملهاش منفذ وتعمل العمل جواها، ربنا يفضحك. في حديث ثاني للنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ قال لك ان المؤمن اللي بيقرا القران ويعمل بيه مثل كذا من الفواكه ليها ريحه وطعمها حلو. طب مثل اللي بيقرا القران ومش بيعمل بيه طعمه حلو لكن ريحته مش باينه، ايه ده؟ يعني المؤمن له ريحه؟ له ريحه. والمنافق له ريحه. فانت تلاقي واحد كده قابلته في مكان، ايه ده انا مستريح له انا بحبه جدا مش عارف ليه، وقلبي مفتوح له كده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وهو داخل، في واحد شافه من الكفار اسلم بعد كده بقى من الصحابه، يعني قال لك اول ما شفت النبي عليه الصلاه والسلام علمت انه وجهه ليس بوجه كاذب. يعني وش الكذاب ده مربع يعني ولا مثلث ولا مدور؟ يعني ايه وصف الوش الكذاب وايه وصف الوش الصادق؟ ايه؟ ولا حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيضع ده. فعشان كده في الدعوه فيك بقى براحتك، تمام، واعمل اللي انت عايزه، بس في الاخر ضحكت عليا ضحكت عليك، هي ربنا سبحانه وتعالى بقى يعلم بقى. ودي مشكله كبيره. فعشان كده مثلا انا عايز اصور فيديو النهارده، انا عايز اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، اتكلم، دي حاجه حلوه جدا الدعوه، بس هل انت بتجاهد نفسك؟ انت مش هتوصل للاخلاص البيور اللي هو انا كده ربنا عارف انا الموضوع، لا يا حبيبي، كده بتجاهد نفسك. عشان كده في كتب الاداب، يعني في منظومه الاداب للحجاوي مثلا يقول لك طالما مش هتتكلم كلام لا يترتب عليه منفعه في الاخره اسكت. اوكي. يعني انا وانت قاعدين دلوقتي اهو، القعده دي بنتكلم عن حاجه هتدخل جنه وهتبعدنا عن النار، صح؟ يلا نتكلم. لكن لو غير كده اسكت. ودي فيها ضابط كمان، عارف ايه الضابط؟ بقى؟ قال لك بقى ان انت لما تيجي تتكلم في الكلام اللي هيودي الجنه وهيبعدك عن النار اللي هو كلام خير، صح ولا لا؟ صح. نشوف بقى ساعتها انت مخلص ولا لا. فاللي هيركز في ده وهيفضل يراجع نفسه هيفضل ساكت على طول. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ من صمت نجا. هي هنا بقى لان انت هتتكلم، طيب حلو، هتدعو بقى صادق ولا انت طب سؤال بقى بما اننا جينا الحته دي حته الرياء. اول حاجه انا عايزك تديني ديفينيشن او معنى الرياء الصح، يعني من وجهه نظر الدين. ايه معنى الرياء؟ وتاني حاجه، هل فعلا غصب عن الانسان زي ما بنقول ان هو لو عمل حاجه صادقه لله سبحانه وتعالى غصب عنه بيشوف حته في نفسه كده من الكومنتات والاطراءات؟ طبعا. فدي ممكن يعالجها ازاي؟ والناحيه التانية هل هو فعلا ممكن يسكت وما يعملش الفعل ده زي ما انت بتقول، ممكن يسكت عشان يتجنب حته الرياء وما يدخلش فيها؟ طيب هو ابتداء اصلا عشان دي اشكال عند الناس كلها حته الرياء دي. واساسا انا بس عايز ادي انتروداكشن كده مالهاش علاقه بالموضوع قوي، بس لازم تبقى عند كل الناس. سؤال بس، انت دلوقتي معجب بعملك، انا مش بقول لك انت بترائي الناس، بترائي نفسك بقى. اسال نفسك سؤال كده، هل ده عمل يعني يراء به الله؟ يعني ده رياء ليه؟ ده سؤال مهم جدا على فكره. يعني انت مثلا تصوم اثنين وخميس، ماشي يا حبيبي، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه سنه؟ السنه هو ده فعله صلى الله عليه وسلم، يعني اللغه ده فعله. تمام كده. وتعريفه يعني شرعا بقى واي حاجه بنقرها للنبي عليه السلام سواء من فعل او من قول او من صفه خلقيه او خلقيه. فده العادي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وده العادي بتاع الصحابه، وده العادي بتاع التابعين، وده العادي بتاع ناس كويسه عايشين معانا هنا. فانا الرياء ليه؟ عارف لو تحس ان الواحد بيصوم الاثنين والخميس ده مش عايز بقى حد يعرف، هي حاجه حلوه انا ما عنديش مشكله، بس اللي احنا بنعمله ده لسه يعني اهدى على قلبك شويه، عشان لما تعلى انت هتعمل في نفسك هتنتحر بقى. يعني لازم تفهم ان ده عادي، مش بقول لك بقى ان ده عادي فتسيبه فتقول ايه ده بقى انا مش بعمل حاجه، لا انت بتعمل، بس مش محتاج ان انت تكبر الموضوع في قلبك او تحس انت بتعمل ايه يعني حاجه. طب ده اثنين وخميس، في ناس بقى اللي هي على السوشيال ميديا مثلا زي ما انت قلت بتعمل محتوى. طيب في منهم اللي زي ما انت بتقول بيعمل حاجه وهو ما بيعملهاش اصلا بس عايز يوجهها للناس، ماشي. وفي ناس اللي بتعملها طالعه من قلبها بس في الاول والاخر بيجاهد نفسه عشان حاجه في قلبه كده جت. انا نسال سؤال واحد بس، هل انت قصدك فعلا يعني انت طالع حاطط الكاميرا دلوقتي وعملت كده وحطيت الموبايل قدامك او الكاميرا قدامك، حلو. انت بادئ كلامك علشان الناس تقول عليك كذا وكذا؟ ده رياء قصد. انت من قلبك قاصد ده. عارف يعني قاصد ده؟ يعني لما اجي اقول لك انت بتعمل ايه
تقول لي بعمل رياء ملاش اجابه تانية. انا بصور عشان الناس تقول عليا كذا. انا بصور عشان كذا. انت قاصد ده، قصد من القلب. كان اصل الرياء ده مش حاجه مثلا ايه، انا دلوقتي مش اقرار، انا دلوقتي هعمل واحد رياء 2 فيديو انت بتعمل كده. لا ده انت من قلبك. أيوة انت فاهمك. قلبك بيقول ايه، انا رائي. ايوه فدي مش مطلع غير عليها غير ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده انا وانت دي مشكله ذاتيه بقى، انا مع نفسي اعالج قلبي من الرياء. دي افات ايه، افات نفس. لكن انا ما بقاش عندي رياء وانت تيجي تقيمني، انت عرفت منين؟ دي مصيبه جدا. انت بتتعدى عليا كده، ده حرام بقى. ده حرام يا ده حرام. انت كده بتسيء الظن ليه؟ طيب وخصوصا لو شخص ظاهره العداله بقى، تأثم ليه؟ عشان انت واحد انت عارف ان هو مثلا سمته الدعوه وبيتكلم في الدين وهو اصلا بيعمل ده عشانك انت، تروح انت جاي لا انت بتعمل كده عشان البنات تقول عليك مش عارف ليه بعمل يعني ليه؟ فاهم قصدي؟ بس هو كل واحد بيتكلم من عين طبعه. يعني تلاقي واحد مثلا هو عنده المشكله دي، هو عنده آفة البنات، فهو ظانن ان اي واحد هيعمل اي حاجه عشان تبص عليه ببنت. تيجي تقول له بقى، ما دي بقى بالممارسه بقى وبالخبره، تيجي تقول له تعالى مين عملت فيك ايه، احكي لي. فتقعد بقى تتكلم معاه في موضوع البنات ده. فتفهم ليه يا حبيبي ان انا اعمل حاجه عشان بنت؟ ايه الفكر ده؟ طب ما اتجوز، يعني انا قادر اتجوز، فاهم قصدي؟ مثلا يعني، او عشان الفلوس، طب الحمد لله عايش كويس. طب المفاجاه الاكبر ان انا مش بيدخل لي اي عائد مادي من السوشيال ميديا مثلا. في ناس كده انا منهم مثلا، انا اتعرض عليا اللي هو الربح بتاع الفيسبوك ومش عارف ايه وبتاع، انا واقف عندي. فانت داخل تقول لي ايوه بقى عشان عبيد الريتش والفلوس، يعني ايه يعني؟ ايه اللي التهم الغريب ده؟ فاهم قصدي؟ انا فاهمك جدا. فانا فاهمك جدا. فانا عدل، انا كيوسف انا اقول لاي حد عنده مشكله في الرياء او عنده مشكله في القلب وفي النيه وفي الاخلاص، راجع نفسك لنفسك مش للناس. لان انا قاعد دلوقتي قدامك اهو، انت شايف قلبي؟ لا. طب مش انا صوتي رقيق اهو بتكلم معاك حلو، صح بتكلم كويس، صح جدا. ممكن يكون قلبي ايه؟ قلبك متغير عن صوتك. شفت بقى؟ مين بقى اللي يعلم ده؟ ربنا سبحانه. مين اللي هيولع فيا في الاخر؟ ربنا سبحانه، صح كده؟ او يجازيني خير على صدقي مثلا لو في، صح ولا الله اعلم بقى، مش بتاعتك. انت يا اخي ليك ان انت تحسن الظن باللي قدامك، ده رقم واحد. رقم 2 حاجه مثلا خاصه بحضراتكم، مثلا الشباب اللي بتقدم الكونتنت الرياضه وكده وطالعين يتكلموا في دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث انا بقيسه على الحاجات دي دايما. لما فقراء المهاجرين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، سبق اهل الدثور بالاجور، الناس اللي معاها فلوس سبقت، بيحجوا وبيعتمروا وبيتصدقوا وبيزكوا وبيطلعوا حج احنا ما عناش نعمل ده، فزعلانين قوي، تتاثر ليهم جدا والله. بص هم زعلانين ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ يقول لهم لك بكل تسبيحه صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه. بص اخر حته ايه بقى؟ وفي بضع احدكم صدقه. الرجل لما يجامع زوجته بياخد اجر، ده معنى الحته دي، يعني دي صدقه، الجماع ده صدقه بتاخد عليها اجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكافئهم، كل حاجه هتعملوا تاخد عليها اجر لو يعني حطيتوا فيها نية لله. بالظبط كده، حطيت فيها نية لله. فالصحابه استغربت، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يا رسول الله، طب دي حاجه ليا انا اللي بتبسط يعني اخد اجر عليها. فالنبي يقول لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ ارايت ان وضعها في حرام، لو كنت حطيتها لو كنت عملت الفعل ده بس في الحرام، مش كنت اثمت وخدت ذنب؟ نعم خلاص، يبقى لما تعملها صح تاخد حسنات. حلو قوي. تعالى بس يعني انا بص، انا دي حاجه والله مش بستدل فيها على اراء علماء، ودي تعالى نقول بين قوسين كده عشان ما نقتمش، ده هبد مش اجتهاد. انا غير مش ده هبد شخصي. انت قريت حاجات واستنتجت من ده. انا بهبد هنا، ودي وجهه نظري هنا في الحته دي، يعني لو ينفع لو يسمحوا لي يعني انه لو حطيتها في الحرام كنت اخدت ذنب. طب انا عندي السوشيال ميديا بلاتفورم دي، مش لو كنت عملت فيها حاجه حرام كنت خدت ذنب؟ طبعا. لو عملت فيها حاجه حلوه اخد ايه؟ حسن. طب ليه بقى انا بخران على نفسي ليه؟ يا عم خليه بقى يقول اللي هو عايزه، يا عم رياء طز يتكلم براحته. هو مش هو اللي حاسب في الاخر. وانا لما نزلت الفيديو بقول لهم ليه بتعملوا كده؟ عشان انا بقى فاهم كويس جدا. انا بقى في الاول في اول لما كنت بنزل فيديوز لا كنت بعرف انام، فاهم قصدي؟ كلهم دي الهشاشه النفسيه بقى. دي الهشاشه اللي بتقفلها اللي بعد كده بتجمد يعني. بس في الاول هجوم كنت بشعري وساعات اربط شعري بتوكه ومش عارف ايه وبتاع، فاخد شتايم واتهزق تهزيق. طب يا جماعه ده انا طالع اقول لكم سبحان الله بتاخد عليها حسنه، بتشتم ليه؟ فهتعب جدا. فانا بقى حطيت نفسي مكانكم، يعني الناس اللي بتشوف الكومنتس دي، طب يا اخي ليه تهمد واحد؟ عارف لو مثلا واحد كل اكله حلوه سمك مثلا وجمبري وبتاع في مكان جامد قوي، فيجي يقول لك بقول لك ايه، كلت حته اكله قويه ومتحمس قوي وبيكلمك، فانت تروح له ايه؟ روح على انت محروم يا اول مره تاكل سمك. انت جعان ليه كده؟ أيوة طب ما هو يقول لك كده. عارف من الادب، من اداب الحوار ايه؟ لما حد يجي يقول لك حاجه انت عهدتها عارفها، سواء اكله دقتها او كلام انت سمعته قبل كده، زي النكت. بس طبعا النكت فيه تحفظ عشان حرمانيه، بس جه قال لك حاجه انت عارفها اضحك عليها بس، فتروح له ايه بقى اللي هو قديمه قوي. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ ده في امر دنيا وهزار. طب في امر دين لا اتفاجئ. اقول لك على موقف مضحك. اخويا الصغير سليم ده في رابعه ابتدائي، جالي مره من المدرسه قعد معايا قال لي يوسف. قلت له ايه؟ قال لي مش هتصدق انا عرفت ايه. قلت له ايه؟
قال لي انت عارف ان في نبي اب ماشي ماله يا سليم؟ ما في الانبياء اباء عادي جدا. لا كان هيذبح ابنه. فاهم؟ انا فهمت خلاص بيتكلم عن ابراهيم، سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. فانا قاعد بقول ياه لا ما تهزرش. والله يا يوسف. وبعد كده قال لابنه هذبحك، فقال له يا ابا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ده مؤمن قوي الراجل ده. على سيدنا اسماعيل. ايوه فقلت له ما ده كمان نبي يا سليم. قال لي بجد والله يعني هم الاثنين انبياء؟ قلت له بعد كده بسبب الرياكشن بتاعي ده كل لما يجي من المدرسه يعمل ايه؟ يحكي لك تعالى بقى انت ما عرفتش النهارده انا عرفت ايه؟ النبي اتجوز واحده اسمها عائشه على اساس الله خلاص حب الموضوع. انا ده اللي انا عايزه. فانت لما تنزل حاجه زي دي انا ممكن اكون بطلع اقول كلام ناس عارفاه اصلا فاهم، بس انا فكره ان انا حد يقول لي جزاك الله خير والكلمه الطيبه دي بشرى للمؤمن، طب ما سمعها له صح عشان تتحمس اكتر، بدل ما الاقي حضرتك يلا عندك انت عندك كام سبسكرايبر على اليوتيوب؟ انا دخلت بصيت كده بس ما كانش بالي داخلين في ال 1.3 مليون الحمد لله اللهم بارك صح كده. وانستجرام لو زودنا لو فيسبوك زودنا مش عارف نتكلم في 5 مليون توتال. حلو قوي طيب انت لو قلت مثلا يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا كسبانين؟ كلنا كسبانين، مصر كلها كسبانه. في مين اللي يتضايق؟ اللي مش عايز يصلي على النبي بس كده عليه الصلاه والسلام. صح مش عايز اتهمه بوصف شنيع يعني انت مش عايز شنع عليه، بس ليه يعني؟ سيبه يا عم يصلي على النبي يا عم، سيبه يا عم يطلع يقول لي حرام وحلال يا عم، طالما وده الشرط ما تهبطش والنية خالصة لله. بس كده، لان برضه في حته الهبد دي برضه بصراحه يعني تحت مسمى الدعوه يعني. طيب يوسف انت كنت كاتب على الفيسبوك ان البيج دي صدقه جاريه لوالدك الله يرحمه. الله يرحمه. فعايز افهم الكونسيبت بتاع الصدقه الجاريه في الكونتنت في المحتوى. انت عارف اقول لك على حاجه معلش اقطع كلامك بقى عشان ما انساش الحته دي. انا بستغرب جدا يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى مش انا اصحابي يقولوا لي احنا بنستغرب قوي ان انت كل يوم بتنزل فيديو ماشي. هو الموضوع انت عارف بياخد ممكن جهد شويه او خصوصا الناس اللي مش متعوده عليه بالظبط، وانا ما عنديش اصلا سيت اب وكده، انا بطلع بالموبايل بدي في اي حته في اي مكان بصور ماشي، وانا قاصد اعمل ده عشان الموضوع يبقى سهل عليا. من التوفيق ان ربنا موفقني اعمل زي ده ما شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى، مش شطاره مني انا بقى كيوسف. انا عارف كويس جدا ان المجرم ده ما يستاهلش يعني انا مقر بده يعني انا مقر ان ده شرف. انا مش لا مين ده يعني؟ انا ابقى ماشي في الشارع والله بتاثر لا بتاثر فيا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيدي المجتهد واللي وده رزق زي ما بيقولوا كده، الارزاق ربنا بيوزعها من قبل ما انت هو ستير لذاته يعني، هو ستير سبحانه وتعالى وكريم فبيعطي، لكن احنا لا خالص يعني. لكن انا ببقى ماشي في الشارع مثلا فاسمع صوت، انا ببقى سامع الشباب بقى بقول لك ايه هو مش ده يوسف بتاع ربنا اقسم بالله ده الوصف اللي بيتقال بسمعها كتير جدا. هو مش ده يوسف اللي بيقول حديث عن النبي عليه السلام؟ هو ايه ده؟ ايه الشرف ده؟ ده شرف جامد. ايه ده؟ انا ببقى واقف كده ببقى عايز اقول له اقف، انت اللي بتقوله ده احترم نفسك مش انا يعني انا اقل من كده ما تقولش كده عليا يعني فاهم قصدي؟ بس ده اللي بيحصل، ده اللي بيتقال فعلا. فانا المعنى ده جه في بالي منين بقى؟ من ان انا والدي الله يرحمه مات، وهو انا احسبه على خير والله ولا ازكيه على الله يعني. هو كان من الناس اللي بتقوم الليل بطريقه يعني انا والله انا بقول ده كتير وعلى طول، حتى مع عامر لما طلعنا في البودكاست قلتها له، انا كنت بعتقد ان الفروض مش 5، كنت بعتقدهم 6 عشان باباك كنت اقسم بالله احنا بص احنا كل يوم احنا تيتا في الدور الاول، تفاصيل غريبه بس لو ما هنشوف هخبط عليها يعني. تيتا في الدور الاول واحنا في الدور الثالث. فانا والدي كان بار جدا، وده يعني ده اكبر عمل بعديه قيام الليل، كان بار جدا بوم بطريقه غريبه جدا، ومطلعنا كلنا بنحب تيتا عشان هي مامته فلازم كلنا نحبها، فانا بحبها اصلا من غير حاجه تمام. فقاعدين معاها على طول، فانا قاعدين تحت بمامتي بكلنا، ونيجي على الساعه 12 فجاه كده 12 واحده كده انا طالع، وانا صغير بقول طالع مثلا ينام شويه يريح شويه، فبقعد تحت مع تيتا بلعب بلاي ستيشن كان بعمل ايه يعني، وهو يطلع فوق. فانا بقى كبرت فبقيت اطلع على الساعه 12 واحده اشوفه كده المحه مثلا، ببقى طالع عندي لعب كوره ولا حاجه فاهم، واطلع اجيب الجزمه وهنزل ولا حاجه، فالمحه في الاوضه في مكانه في الركن بتاعه واقف بيصلي. الكلام ده انا ما وعاش يعني على الدنيا الا هو بيعمله ما شاء الله. من ساعه ما بقى يعني من ساعه ما شايف كده وعي ده بابايا ودي مامتي وبتاع بابايا كده لغايه ما مات. انا كنت مصور صوره منزلها على انستجرام هبقى ابعتها لك، وهو انا والدي اتشخص كانسر في اخر شهر ليمفوما. ففي اخر شهر ده والله العظيم من التعب هو خلاص هو تعب في 6 مات في 7 الحمد لله ربنا ما قطلش عليه يعني. فهو في الاول خالص تعبان وهو ما ينفعش يقطع قيام الليل، وهو لغايه اما خد الكيماوي اللي هم اخر 4 ايام خالص دول ده اللي تدهور فيهم خالص. لكن قبلها مثلا واحنا في البيت قبل ما نروح المستشفى كان لسه في حيل شويه بس مش قادر يقف. عشت التجربه دي مع والدي الله يرحمه مؤلمه جدا الله يرحمه. فببقى شايفه بيعمل ايه، بقول بس هنقطع بقى مثلا عن قيام الليل. والله العظيم هبعت لك الصوره بوريها لك يا ريتني حضرتها. قاعد جايب الكرسي وهو مش قادر بجد مش قادر يقف، قاعد على الكرسي بيصلي قيام الليل بتاعه. لا دي حاجه ما توقفش فاهم. فانا بقى ببص له كده وابص دلوقتي لحالي
لا هو لحالي اللي هو ايه، لحالي الظاهر للناس. انا قلت لك انا مع ربنا مجرم، انا ببصم على ده عشان بس ما حدش ياخد كلامي في سياق تاني. لا الظاهر ليكوا يعني، او اللي انتوا شايفينه ان هو كويس ده مش مني. لا لا لا، هو واحد هيتحط اسمه في الكومنت دعواتكم لبابا حبيب الرحمه والعفو والمغفره مثبته من ساعه ما مات، حاططها. ده رزق ابويا، يعني ما شاء الدعوه دي الله، رزق ما شاء ابويا. الله. الدعوه دي أيوة. مش رزقي والله العظيم بجد. أيوة. انا احسب ده، الدعوه دي رزق ابويا. وعمل فالناس لا تدخل ينقطع يعني له في الدنيا، ان ولد الصالح يدعو له. بس كده، ده لو انا صالح. لكن اقصد ان الكومنت محطوط، الناس داخله الله يرحمه الله يرحمه، ده مكسبي كل فيديو. ابص انا اما ببص على كومنتس الا لما حد يكون بيسال سؤال مهم، يعني لان الشيخ امجد حذرني من، يعني عشان كنت بتعصب شويه فقال لي ما تردش. هزقني. ابقى اسمعك الفويس نوت دلوقتي. هزقني تهزق ابوك هجيبها لك. هات. ماشي. بس الناس هتاخدها بقى يا جماعه. الشيخ امجد يعني أنا بحبه شيخي جدا. شيخي يعني هو في مقام ابويا ماشي، فاحنا بينا العلاقه قويه جدا، فتسمح ان هو يهزقني التهزيق ده. اهو حطها هنا حطها على ولا المايك. حطها هنا عادي؟ بس كده اهو. يوسف انا مش عاوز اشوف لك رد على حد خالص في الكومنتس بتاعتك، وبطل قله ادب. ماشي. والله انت والله ما كنت بغلط، كنت برد عادي ماشي، بس هو ضد ده. مم. ربنا يحفظه. بتعلم الناس الدين بقى ان شاء الله. وكل شويه هدخل انا مش هعمل لك فولو، بس انا هدخل كل شويه ابص على الكومنتس عندك يا يوسف وهضربك. لم نفسك. قلت له يا شيخ امجد بس انا بتضايق لما حد، اصل انا بجد بتشتم يعني. انت بشر في الاخر. لا بتشتم يعني، مم. انا مش بنتقد، مم. بتشتم يعني. مثلا نزلت فيديو بقول رايي المذاهب الاربعه كذا، واخد بالك؟ فمثلا المساله كنت بتكلم فيها مساله اجماع، مم. واخد بالك؟ يعني بجد مساله، فبيشتموني عشان واخدين برايي. يعني انا ما عنديش مشكله والله، انا عارف بقى يعني. هنا الشيخ امجد عرفني ان انا جاهل فعلا، مم. اللي هو تقبل ده ولازم تتقبل الاختلاف. ايه المشكله هم بياخدوا براي تاني؟ فبدات بصراحه افهم يعني، وانا كنت غلطان في ردي طبعا. بص بقى دي، هو انت تستاهل يعني. انت خلاص بقى الطائع لربنا، الولي اللي ما يشتمش، ولا انت العاصي المجرم اللي ربنا بيسلط عليه عباده؟ فانت لما تلاقي كده تتهم نفسك وما تزودش في الجهالة، فنرد عليهم بالشتيمة بشتيمة والتريقة بتريقة. لا، نستغفر ربنا ونتوب له، ونعرف ان ده بذنوبنا. هي دي قاعده الشيخ بقى اللي انا اكتسبتها منه، مم. ربنا ان يحفظه. شاء الله عليك. ربنا بيقول في القران ايه؟ ولو شاء ربك ما فعلوا. هو يعني هو جه شتمك ليه؟ عشان انت استفزيت او عملت له لا تريجر لا في لا حته لا معينه. خالص عشان انت قليل ادب مع ربنا سبحانه وتعالى، فسلط عليك واحد قليل ادب. مم. فاهم قصدي؟ يعني انا واخدها كده. هقول لك على حاجه، بعد الموقف ده مباشره بقى، وانا بحب جدا الرسائل الربانيه دي، نازل بالعربيه مع ماما ماشي، وقبل ما ننزل رديت على ماما رد مش كويس. مم. يعني قالت لي حاجه ما علتش صوتي، بس ايه يعني اللي هو كذا، لا يا ماما مش كذا. انا عارف ده ما يليقش، مم. نبره حاده كده. فانا متضايق جدا من نفسي، ونزلت وماما راكبه جنبي في العربيه، طبعا بقى بتلطف بقى وبحاول اصالحها وكده. والله العظيم وانا ماشي بالعربيه كده، دليفري معدي من جنبي، راح جايب لي المرايه مثلا. لا الحته اللي بتاعت جنب الفانوس دي، اه حككها لي كده. فانا المفروض ايه كرد فعل طبيعي لو انا في هنزل هتزعق وتصرخ. ايه ده ومش عارف. والله العظيم عمل كده، رحت واصل لماما قلت لها ممكن خلاص بقى. والله قلت لها ممكن خلاص بقى، عشان كده الدنيا هتخرب خالص. صفي قلبك يا حاجه. اه والله الراجل بقى من بره بتاع الدليفري باصص لي اللي هو مش هتخانق ولا ايه؟ بتتكلم والله يا عم، انا عارف انا عامل ايه كويس والله. ولو شاء ربك ما فعلوا. هم بيتسلطوا عليك ليه برضه؟ ده جزء تاني يعني. انا بقول لك هم بيتجرؤوا شويه في حته ان حد يسبك وكده، ده في ناس كده ما بتتحرش من ده. وفي نفس الوقت نبص لذنوبنا يعني، هم بيسلطوا علينا دي عشان احنا وقت الادب، فربنا يسلط عليك واحد يشتمك يهزقك. فشوف فعل ربنا هنا بقى. فاول حاجه تجري تعملها ايه بعد ما تتهزق وتتشتم؟ تفتكر انت عملت ايه يا حبيبي انت عملته؟ يعني انا بصيت لماما ماما بس انت هنا مدرك انت عملت ايه. بس في ناس تانية مش مدركه من كتر ما هم مش عارفين يحددوا ايه الصح من الغلط. فاهمك. انت فاهمني قصدي ايه؟ فسؤال تاني بقى، بما اننا جينا الحته دي دلوقتي، بيبقى في شباب كتيره جدا من كتر السوشيال ميديا ما هي طلعت، فهم اتخذوا ناس قدوه، بيقول عليهم قدوه يعني انا بقول دايما ما فيش اي قدوه. ده اكتر كومنت شهير اصلا، يا قدوه يا قدوه مش عارف ايه. بس انا شايف ان ما فيش اي حد قدوه. واحد دخل قال لي ايه والله ماشي دي حاجه تافهه، بس قال لي يا فحل. فحل؟ لا ده في الجيم ده. لا قال لي يا قدوه يا فحل، انا ما فهمتش يعني ايه فحل؟ مش فحل ده اللي هو ده ترم كده في الجيم اللي هو جاي من اللي هو جامد يعني، رجوله قوي رجوله قوي، تستوستيرون اوفر ده اصطلاحا يعني. ففي شباب دلوقتي بيتخذوا شباب قدوه،
في الحسن وفي الوحش. يعني لو شاف واحد قدوه هو بالنسبه له ده قدوه، لو عمل حاجه وحشه مثلا شافه مع بنات، شافه بيسمع حاجات معينه، شافه بيروح حفلات معينه، بيعمل زيه. هو الراجل ده القدوه بتاعته. مضفر دقنه. مضفر دقنه كده يعني. فالشباب دي تنصحها بايه؟ هل ازاي ياخدوا، بلاش كلمه قدوه، بس ازاي ياخدوا الامثله بتاعت السوشيال ميديا وينقوهم زي ما بينقوا كده الخضار الكويس من الخضار الوحش، الفاكهه الكويسه من الفاكهه البايظه؟ ازاي يعملوا كده؟ يعني بص، انا لما بشوف حته، اما بسمع كلمه القدوه دي، اول حاجه بتيجي في نفسي مش من قله الصحابه والنبي، يعني فاهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه دول يغنوك ويعلوا سقف توقعاتك قوي. يعني عارف انت مثلا ايه، اما واحد يتجوز واحده زي مزارع في الحديث كده، تقول لك ابو زرع ما ابو زرع، يعني دي عايزين نتكلم عنها في حته الزوجه وكده، وهي بتتكلم على زوجها الاولاني اللي هو ابو زرع. ابو زرع ما ابو زرع، مش بس كده، ابو زرع ما ابو زرع، بنت ابي زرع ما بنت، عماله تشكر في العيله كلها. انت فاهم الفكره عامله ازاي، عماله تشكر في العيله كلها. فانا يعني دي حته عايزين نتكلم فيها جدا، نركز فيها قوي، حته اختيار الشريكه واختيار الزوجه. ده السؤال الجاي على طول. معلش يعني عشان بس انا عارف ان انا بنط لها، بس عشان الحته دي انا خايف انساها جدا، ماشي، لان دي نقطه انا ببقى واقف مع الشاب من هنا. معلش انا اسف ان انا عديتها، بس انا عايز اقولها. انا واقف مع الشاب بحس ان موضوع الزواج بالنسبه له موضوع يعني جماعه، يعني فاهم اللي هو ايه، انا عايز عشان اعمل الختم، اخد الختم ان انا عملت كده وخلاص كده. طب خلينا نسال السؤال، امتى الشاب يقرر انه لازم يتجوز؟ وازاي يختار شريك حياته الصح اللي يخليه زي ما بيقولوا كده ايه، بيساعده على الامور الدينيه والامور الحياتيه عشان يبقى راجل صالح ويكمل بقى. انا كنت هنط وارجع تاني، تعالى نرجع تاني بس خطوه ورا معلش. ماشي اخر خطوه انت وديتني انا جبت كده انا هوشتك شفت دي انا حته تمويه فهمت كده. فنرجع تاني بس الحته دي، انا مش شايف ان انت ممكن تاخد حد قدوه على السوشيال ميديا. ماشي. حلو كده. يعني انت برضو انا قاعد قدامك قدام الكاميرا، انت شايف مني الظاهر، مش شايف مني ايه اللي جوه. خد بقى الناس اللي ايه اللي اتختم له، يعني الصحابه والرسول ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم في القران، فهم دول اجري بص عليهم. والقدوه اللي والمثال الاعلى اللي هو كان مثال الصحابه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز تتعلم اي حاجه بقى، يعني يا جماعه النبي كان فورمه، يعني دي بالمناسبه عشان دي معلومه لا النبي كان فورمه صلى الله عليه وسلم. فانت عايز في الجيم يعني خد التمرين من انفورما وروح بقى شوف النبي كان عامل ازاي برضو، فتتحمس اكتر على حاجه زي دي، لان ده من الدين. فاهم قصدي؟ فانا شايف ان انت هتاخد حد رول موديل، حد كده مثل اعلى يبقى قدامك على طول، هو النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قدامنا على السوشيال ميديا دي انت بتعمل في نفسك مصيبه، ودي انا قلت لك قبل ما نصور، فكره ان انا اروح انا اسف احب حد مش هسمي، احب من ظاهره الفسق، دي مصيبه. في حديث وان كان في ضعف، ان الله لا يغضب اذا مدح الفاسق. المعنى صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يغضب من ايه؟ يغضب انت تروح تحب واحد بيعصيه ومجاهد بمعصيته. يعني مش بس واحد بيعصيه كده في السر مثلا، هو ده لا يجوز اصلا انت تتصنت عليه وتشوف ذنبه في السر، لكن واحد كمان مجاهد بده، واحد ظاهر عنه الفسق ده، هو فسق يعني خروج، واحد باين عليه ان هو بيعمل معصيه ظاهره كمان، اروح اقول لك والله ده مثلي الاعلى، والله بحبه قوي قوي قوي. لا ما ينفعش تحبه قوي، ما ينفعش. ليه؟ لان الحسن قال لازم الفاسق، مش فاكر النص نصا يعني، لكن في معناه لازم الظالم يعني يذم او مش يذم، يعني تبعد عنه، الناس ما تمدحوش قوي. ليه؟ عشان تفطر الرغبه على الظلم ده، تفطر الرغبه على الفسق ده. لكن انا واحد بيعمل مصيبه ظاهره واقول له يا جامد يا تنين، ده انت نجم النجوم، ده انت احسن، ده انت رقم واحد، يا فحل يا قدوه، فاهم، ونشوف بقى مين اعلى ايراداته مش عارف ايه وبتاع. ده من الدين؟ مش من الدين، مش من الدين. ممكن علماء يقول لك لا ده ذنب اصلا، ما تحبش ده. يعني حب الشخص بسبب انه بيعمل فسق، ده فسق. طب انت رايك ايه؟ طيب انا رايك زيك والله. يعني مش بس حتى لو الراجل مثلا ايه حب حد، ما يظهرش حبه ليه على العلن زي ما بتقول. لا، ما انت عدل قلبك بقى. يعني يا جماعه القلب اصل هي طاقه والله، يعني حتى في الجواز دي والله نتكلم عنها دلوقتي، هي طاقه. قلبك ده حاجه عايشه معاك كده، انت بتستنزفها. انا قلبي ده انا مره، يعني مش عارف اقول ده صح ولا لا، قول. مره ونزلتها فيديو على فكره، لا نزلتها فيديو مره، سمعت اغنيه ماشي. كانت عن الاب، انا صراحه اغني بس سمعت اغنيه عن الاب، ماشي، بتاعت واحد كده، فتاثرت جدا. كنت مش فاكر سمعتها في العربيه، جت في راديو كده ولا حد كان مشغلها، مش فاكر كانت فين والله، بس سمعتها فعلقت معايا جدا، وفضلت متاثر بيها طول اليوم ومكتئب طول اليوم. جيت بالليل نفسي اقوم اصلي، والله ما قادر. يعني ومش كنت عايز دي عشان ما بانش ان انا بصلي يعني بالليل بقى مش عارف ايه بتاع، بس يعني على الاقل فتره كنت موفق مثلا للصلاه فيها، مش قادر. انا قلبي بجد، عارف انت الطاقه بتاعت الشجن والتاثر واللي كانت بتيجي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والعياط دي، اتاثرت بالناحيه الثانيه، طلعتها. هي طلعت، انا زعلت خلاص، مش عارف ازعل بقى، يعني مش عارف كنت في الوقت ده هسجد واعيط له، بقول له يا رب الحقني قلبي وجعني، خلصت الشحنه. لكن خلاص والله الشحنه اللي جوايا دي راحت، فبقيت قاعد بالليل مكتئب وواصف الحيطه، لا قادر اقوم اصلي ولا انا متاثر ولا اغنيه نافعاني ولا حاجه. فاهم قصدي؟ فانت حافظ على قلبك ده، قلبك ده ما يحبش اي حد، ولا يحب اي بنت، ولا يحب اي ممثل ولا اي مغني، لا
انا اوفر الحب ده كده، ابقى قاعد كده عايز احب نفسك يعني، روح افتح السنه، روح شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان عامل ازاي، شوف الصحابه اصلا كانت مغرمه بيه ازاي. يعني الاحاديث ايه؟ ضحك النبي، تبسم النبي. بصوا قاعدين بيركزوا في ايه، وسيدنا علي بن ابي طالب يروي الحديث فيقول لك ايه، يقول لك قال كذا 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 كذا، يروح سيدنا علي وهو بيحكي الحديث يعمل ايه يعني كده. فالتابعي يسال سيدنا علي انت بتعمل كده ليه؟ قال اصل النبي ضحك هنا عليه الصلاه والسلام. بص هو فاكر ايه؟ مش فاكر الحديث بس، فاكر ضحكه النبي هنا كانت عامله ازاي عليه الصلاه والسلام. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ فده اللي يتحب وده اللي تركز معاه وده اللي تتاثر بيه. لكن اطلع الطاقه اللي جوايا دي كلها في ممثل ولا انا اسف مغني يعني، ولا انا اسف ده واحد مش واعي كفايه. فاهم قصدي؟ فاهم. زي كده انا كنت مش واعي كفايه برضه، فاهم؟ بس يعني حته قد كده من الوعي وريتني جزء كده اللي هو ايه، ده في النبي يا جماعه، ده في النبي عليه الصلاه والسلام. لدرجه ان من كتر الحب يا جماعه لما سيدنا عمر النبي مات عليه الصلاه والسلام كان بيقول اللي هيقول ان النبي مات هقتله. ده العقل ما بقاش موجود خلاص. سيدنا عمر فقد عقل. يعني الجزء من السنه اللي هيقول ان هو مات هقتله، لغايه ما سيدنا ابو بكر طلع وثبته، وسيدنا عثمان قاعد على الارض عامل زي العيال الصغير، قاعد عامل كده مش مصدق نفسه. ايه ده بقى يا جماعه؟ الناس دي اصلا مش عارف، انا مش عارف ندخل معاهم الجنه ازاي يعني. دي حاجه مجنناني برضه. حبوه قوي يعني، احنا مش بنحبه كده. ما هو يعني دي مشكله بندعي يعني ممكن بس ربنا يقوينا ان شاء الله. بس نرجع كده بقى لموضوعنا الاساسي. دلوقتي شباب كتيره زي ما انت بتقول، وخصوصا اللي في سنك او الاكبر منك شويه، دلوقتي في مشكله جواز. كله عايز يتجوز، كله عايز يتجوز، كله عايز يتجوز وانا عايز اتجوز. فانت شايف امتى الشخص يختار ميعاد الجواز بتاعه؟ هل هو فعلا ليها ميعاد محدد ولا ملهاش ميعاد محدد؟ وازاي بقى السؤال بقى اللي يتبعه، ازاي يختار شريك حياته الصح؟ يعني بص، حته ميعاد محدد دي النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. اللي معاه القدره الماديه والجسديه ويقدر على ده يتفضل. بس انا الاشكال بقى اللي عندي ان انا ممكن الاقي شاب جاي، هو على فكره معاه وجايب شقته وجايب عربيته والدنيا تمام وطيبه جدا ويدخل دخل وكل حاجه، بس تقعد تتكلم معاه. والله يا جماعه انا بس يعني دي الكاميرا، بص هنا ممكن اوجه لهم كده. انا لما جيت افكر في الجواز والله لقيت ان انا الكلام ده من قريب، انا كنت هفكر في خطوبه وكده، لقيت قعدت مع نفسي كده قلت ده انا اللي هجيبها معاها مرمطه. ما لا لسه دي مش ما استوتش، مش مستقر. دي مش دماغ الراجل يشيل بيت. والله العظيم فرق. والله ما عيب انت تقيم نفسك كده. ده نضوج في حد ذاته. لا والله ما مش نضوج ولا حاجه. لا مش كله عيب. لا كله اللي عايز يتجوز هيتجوز يعني، فاهم؟ ما ده غلط. ما هو ده عايز اقول لك انت تقول انت بقى مش عيب ان انت تقعد مع نفسك كده تقول هل انا راجل على فكره متذكر؟ لا انت ذكر عشان بس المحمل اللي هيتاخد هنا. احنا بنقول الست ب 100 راجل تمام، عندها من الصفات الرجوليه اللي تطيق كذا وكذا وكذا تمام. فهل انا راجل كفايه عشان افتح بيت؟ ده سؤال مهم. لازم تحصل المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا ليها. ايه بقى؟ حاجات كتير جدا منها. تعالى مثلا ندي مثال مثلا، وانا حابب بقى اتكلم عن حته انا عارف دي هتتاخد من بعض اللي هيتهكموا على النيه، هيتهموني في نيتي دلوقتي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم او بلاش النبي، انت نتكلم على انا وانت كده. ايه رايك في الراجل الرومانسي قوي؟ ايه رأيك؟ في بنات بتحبه. انا برايك الذكوري، سيبك من البنات، الرجولي سيبك من البنات. انا وانت انا وحسين قاعدين اهو. لا احنا ساعات لو افورنا في الرومانسيه بنقول عليها لا مؤاخذه في الكلمه محن. يعني الراجل افورت لحد فين يعني؟ افورت بقى اللي هو ايه، عامل فيها اللي هو فالنتينو زي ما بيقولوا. فالنتينو كل شويه بهديه، كل شويه بورد منحنح سيبك من اسلوب اظهار الحب، فكره اظهار الحب. حلو كده. انا في حديث انا مش ببقى فاهمه يعني، عارف لو بقعد قدامه كده اقول هو بجد قال كده صلى الله عليه وسلم يعني؟ هو بجد رومانسي كده ولطيف كده؟ اصل اللطف ده فبقى عايز له حضنه وابوسه كده. بيقول استنى عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بص لها وقال لها والله يا عائشه اني لا اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني عني غاضبه. ده النبي. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيبص له لهي انا يا عائشه انا ببقى عارف انت امتى راضيه عني وامتى غضبانه عليا. غضبانه عليك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم غضبانه عليك يعني غضبها لا يضرك صلى الله عليه وسلم. ايه يضره في ايه؟ لكن هو لو غضب ده مش هيضر بس ده لو غضب على اي حد خلاص يدخله النار. بقول لك خلاص، ده انت في القران مأمور جيم اوفر. في القران مأمور بخفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. دول اللي ربنا امتحن قلوبهم للتقوى، صح ولا لا؟ ولما تروح المسجد النبوي، من آداب المسجد النبوي سيدنا عمر لما دخل اتنين عليه مش من المدينه، مسلمين بس مش من المدينه، مش من البلد يعني، فدخل فصوتهم عالي جنب القبر، جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبص لهم كده قال لولا ان انتم مش من اهل المدينه كنت ضربتكم، كنت ربيتكم يعني. ليه صوتكم يعلى جنب القبر
صوتكم يعلى جنب قبر ده ميت صلى الله عليه وسلم. بس العلماء قالوا كده، قال لك احترامه حي زي احترامه ميت. فتروح هناك صوتك يوطى، تتكلم بأدب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده بقى صلى الله عليه وسلم يقف قدام مراته يقول لها ايه؟ والله يا عائشة اني لا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غاضبة. امتى تكوني عني فهي تقول له امتى؟ ايه ده؟ الموضوع بيتطور. ايه ده؟ ايه الرومانسية دي؟ فيقول لا بص بقى، لما بتقولي لا ورب محمد بعرف انت راضية عني، لما تحلفي باسمي لا ورب محمد. طيب وهي بتقول طب ولما متضايقه بقول ايه؟ فلا ورب ابراهيم. تعرفي تقولي لا ورب ابراهيم مش لا ورب محمد. فهي تقول له ايه رضي الله عنها؟ والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. وانا اقدر اعمل اكتر من كده؟ ده اخري. ايه ده؟ بص انا بتكلم صوتي عامل ازاي اصلا. عارف الاخ اصلا بقيت ده النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتجوزش الا وانت محصل ده، اللي انت محصل المفاهيم دي، اللي انت محصل ان هو صلى الله عليه وسلم لما مثلا يتخانقوا مع بعض، هو واستنا عائشة يتخانقوا في موقف يعني فهي متضايقه جدا، وواحد معدي. مين الواحد اللي معدي؟ ابوها رضي الله عنها. الله سيدنا ابو بكر. فحد يحكم. طب مين ترضي مين يحكم؟ ابويا طبعا. ماشي ابويا اللي يحكم. فابوها يحكم في ايه؟ انتوا ايه اللي حصل؟ انت بتردي على النبي. هو بالنسبه له ايه سيدنا ابو بكر؟ ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله. اللي احنا بنحارب بره يعني عشان ما حدش يلمسه. فانت بتتكلمي كده ازاي؟ فلسه هيضربها. قال لا ما احنا ما جبناكش عشان كده، اتفضل لو سمحت خلاص الموضوع خلص. وهي تستخبى وراه. ما تتجوزش لو انت محصل ده عشان زوجتك ما تبقاش مستباحه من اهلها، لا ولا اهلها ما حدش يلمسها. لما يقعد مع سيدنا عمرو بن العاص معروف عنه ان هو ايه؟ ذكي قوي. يعني عارف لو ايه مش بيلوطها ويطاره بجد. فهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ انست كده من النبي ان هو ايه زي باله رايق صلى الله عليه وسلم. فهو عايز يفوز بجمله معينه، عايز يقول له بتحب مين اكتر واحد؟ فيقول ايه؟ عمرو. خلاص ده كده كسب سيدنا عمرو رقم واحد. فيقول له مين اكتر حد بتحبه؟ فيرد بايه مثلا؟ انت لو متجوز دلوقتي وانا جيت قلت لك بقول لك يا انفورمات مين اكتر حد انت بتحبه؟ هقول مراتي طبعا عشان ما لا انت هنا هتقول مراتك عشان الكاميرات، لكن واحنا قاعدين والله يبقى هشام صاحبي بحبه جدا. صح ممكن تتحرج من فكره ايه؟ تقول اسم مراتك مثلا او عشان قدام صاحبي برضه تتكسف شويه. صح. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم عائشه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد عائشه، ثم من؟ ثم ابوها ثم من؟ وقال لك بقى عد رجالا وعد عمرو السابع او التاسع مش فاكر حاجه. لا يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم من اظهار حبه لزوجته قدام صحابه عادي جدا. طبعا بادب وبوقار. مين اكتر حد بتحبه؟ زوجتي عائشه. فلازم تحصل المعاني دي. معنى الرومانسيه ده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد غير عائشه، حد من زوجاته كانوا في غزوه فهي عايز تركب على الجمل ومش عارفه مش يعني مش عارف تركب. يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ ينزل على ركبته فيحط ركبه كده عشان تسند عليه وتطلع. يا جماعه ثانيه بس، لو ذهنك راح لفكر مش كويس ومتضايق من اللي بيحصل ده انت في مشكله كبيره. لان ده النبي. انا مش بقول لك مثلا ده فيلم رومانسي ولا لا اركن كل الكلام ده على جنب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وكده كان بيعمل زوجاته، على النقيض برضو. يعني الناحيه الثانيه ستنا عائشه كان معاملتها عامله ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في حديث مثلا، الحديث ده انا بحبه قوي. هم في الحديث ده ستنا عائشه بدات الحديث في الصحيحين، بدات الحديث بتقول فانا الحديث انا اقول معنى عشان ما نقولش الحديث كله نصا يعني فناخد وقت. فمعنى الحديث بتقول كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين. هم كانوا فريقين، هم 9. فحبه مع عائشه وحبه الناحيه الثانيه بينافسوا بعض يعني. فهم 4 مثلا و5 وهكذا. تمام. فستنا عائشه بتقول انا كانوا كل مره هي بتروي الحديث هم عارفين ان النبي بيحبني صلى الله عليه وسلم. بص هم عارفين، مصر كلها يعني عارف انت هنا مصر كلها عارفه انا بحب مراتي اكتر واحده. فالمسلمين كلهم عارفين ان اكتر حد النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم عائشه. دي حاجه مسلم بيها. يعني فاهم حاجه عاديه جدا. فلما بيحبوا يجيبوا له هديه صلى الله عليه وسلم يتوددوا بيها ليه، يحطوها له امتى؟ في يوم عائشه وهو عند عائشه. عشان ايه؟ باله يبقى رايق قوي ومبسوط كده وياخدها بنفس طيبه كده ويدعي اللي خدها منه. صح. الناس كانت تعمل كده. فمين اللي غار بقى؟ الفريق الثاني، الحزب الثاني اللي ضد عائشه رضي الله عنها وحزبها يعني. فقالوا ايه؟ بس ام سلمة كانت كبيره وعاقله كده كلميه لما يجي لك، قولي له بس يقول للصحابه لما يبقى في اي يوم غير عائشه برضه يجيبوا هدايا مش في يوم عائشه بس. تمام كده. فام سلمة راحت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جالها ما ردش عليها. بص الرومانسيه عشان بتاثر جدا بالحديث ده. فخلاص مر الاسبوع وجي تاني عند مين؟ عند ام سلمة تاني. نفس الكلام، يا رسول الله كذا كذا كذا، ما ردش عليها. ثالث اسبوع بقى لما جالها تاني في يومها قاعد معاها، يا رسول الله. فراح بص لها كده صلى الله عليه وسلم ثالث مره،
لا تؤذيني في عائشه، بلاش دي، لا تؤذيني في عائشه. فالست الطيبه رضي الله عنها تقول ايه؟ اول رد فعل منها اعوذ بالله من سخطك يا رسول الله. لا ما زعلكش، سكتت، قالت طلعوا لي من القصه دي، انا مش هكلمه تاني في الموضوع ده الا عائشه بالنسبه له. عادي جدا، اظهار حب اهو. طيب موقف تاني، فجم بقى لفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هي ستنا عائشه بتقول يعني دول يعني امنا يعني، فبتتكلم بكل صدق يعني. فتقول ايه؟ فدخلت فاطمه لا تخطئ مشيه ابيها، نفس مشيه باباها بالظبط صلى الله عليه وسلم، نفس المشيه ونفس الحركه ونفس حركه الايد ونفس حركه الرجل والمشيه والطريقه والهيئه بنته. فدخلت إيه نساءك ينشدنك العدل في ابنه ابي قحافه، بيطلبوا منك بس العدل يعني، ما يعني زي ما هم بيقولوا بيجي الهدايا لعائشه يجي لهم هم كمان الهدايا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يبص لها ويقول لها ايه؟ بتحبيني؟ فتروح لها طبعا يا ابي حبي دي. شكرا، نقطه. حبها من حبها خلاص احب دي. تخرج فاطمه والموضوع يتقفل لغايه هنا. كل ده انا بدور بس في نقطه واحده، ايه هي؟ انت رومانسي؟ ما ينفعش تقولي لا، اتعلم بقى يعني. والله انا طبعي مش عارف ايه وبتاع يا عم يا سيدي. انت بتتكلم رومانسي مش قدام الناس، قدام زوجتك. لا انا مش طبعا في ضابط ده مش هنطلع على السوشيال ميديا بقى عشان في ناس دلوقتي شفت الناس دلوقتي بتبين حبها ازاي بطريقه غريبه. لا ده في البيت، هم في البيت. انا كل الاحاديث دي احاديث نبويه يعني. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشه في السرير وفاطمه دخلت. انت فاهم انا بتكلم فين؟ لا ده حديث حاجات خصوصيه دي طلعت بره عشان احنا نتعلم، عشان احنا نتعلم. فدي رومانسيه النبي مثلا صلى الله عليه وسلم. عد بقى مواقف كتير جدا كده. طب عائشه، بص الموقف ده معلش في نفس الحديث. عائشه تقول لك ايه لما ستنا فاطمه خرجت، بعت واحده تانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاكر اسمها، بس هي واحده من الزوجات، الحديث معايا، بس هي من الزوجات كانت معروفه ان هي لسانها يعني ايه ناشف شويه، متضايقه غيرانه. فدخلت، فهي في الحديث امنا عائشه بتقول سمعتني كلام ضايقني. بص بس ست، ما انا برضو ايه رومانسيه ها، وبص الست برضو الفاهمه. فستنا عائشه تقول ايه؟ بصيت للنبي صلى الله عليه وسلم اشوف يكره ان انا انتصر لنفسي ارد ولا لا. فبصت للنبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من وشه كده ايه ردي. فبتقول لك ردت عائشه رد يعني خدت حقها. فالنبي راح مبتسم وقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ بنت ابي بكر. عارفه تاخد حقها ازاي. بنت ابي بكر. شايف العلاقه عامله ازاي؟ برضو الست لا انت برضو تكوني عارفه وبتفهمي جوزك من نظره. ده على سبيل المثال. فاحنا عايزين نحرز معاني كده. انا كراجل داخل اتجوز لازم المعنى ده يبقى جوايا. طيب في حديث ام زرع تاني صفه مثلا، ودي مهمه جدا ومشاكل بتيجي منها كتير جدا، حته ان الريح، فكره الريح ريح زرنب. فكره ان انا كراجل مثلا متجوز مثلا وداخل بيتي، سال احد الصحابه ومنها عائشه رضي الله عنها، اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا بيها لما يدخل البيت ايه؟ اول حاجه السواك. ليه؟ داخل مع مراتك هتتكلم معاها نفس طالع ده يؤذي. وعشان كده في كتب الاداب الراجل مثلا ليه الحق انه يقول لزوجته مثلا بلاش توم، يعني عشان ريحه التوم بتبقى صعبه شويه، ده يؤذي، ده يعطل من التلطف والانبساط بيها. والعكس صحيح، يعني هي لو ما حبتش ده منه لا انا ما بحبش ده منك. انت فاهم الموضوع عامل ازاي؟ موضوع اكبر بكتير جدا من فكره ان انا داخل الجواز ده عشان انا معايا فلوس ومعايا شقه. لا يا حبيبي، المعاني اكبر من كده. عشان كده انا قعدت مع نفسي والله، هل انا قادر اعمل ده؟ انا نفسيا دلوقتي مش قادر اعمل ده. يعني ممكن لو اتجوزت دلوقتي ما بقاش قادر اتلطف بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم كده، ممكن ابقى جاف اكتر. لا اهدى شويه، افهم المعاني دي وحاول تطلعها صح، فاهمني؟ وده ممكن يبان قوي 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 في حديث ام زرع. يعني الحديث ده اللي هم ال11 ست اللي قعدوا وكل واحده قالت احنا هنقول كل حاجه عن جوازاتنا مش هنخلي حاجه غير وهنقولها. الحديث ده اي واحد يتجوز لازم يعدي عليه قبل ما تتجوز بفتره. يعني اقعد مثلا سنه كده بجد، شوف ال11 ست اشتكوا من ايه او شكروا في ايه، والصفه الوحشه اللي بعدوا بسببها خدها دي كده وحطها على جنب واكس، ولو فيك تحاول تتجنبها، وخد الصفه الحلوه وحاول تشربها وتطور عشان تتجوز بيها. طبعا. وفكره بقى في ان انا طبعي كده ومش بتغير، ليه يا حبيبي انت مين يعني؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان قلبه يقول لك كان عندي جاريه مسلمه امنت في السر فعرف، فكان بيقعد يضرب فيها لغايه ما هو اللي يتعب مش هي اللي تتعب يعني ده رضي الله عنه لما اسلم بقى عمال بيعيط من اي حاجه من القران، يسمع اي ايه يبكي. القلب لما رق خلاص بقى القلب بيتغير، فنتكيف بقى نحاول نفهم المعاني دي. طيب مواصفات شريك الحياه الصح اللي يخليك قادر ان انت تواجه الحياه وتعرف تجهز لاخرتك كمان. ما دي مهمه في الاختيار اصلا ابتداء. يعني انت دلوقتي يوسف لما يجي خلاص يوسف بقى جاهز خلاص عقد النيه وقال لك انا جاهز ان انا قصه جامده جدا. قول السؤال. انا جاهز ان انا اتجوز. هيدور على ايه المواصفات؟ طيب
اللي هيدور عليها في البنت اللي هيتجوزها؟ ماشي. انا اول حاجه اقولها عشان بس تبقى عندك برضو خلفيه، انا حبيت قبل كده. ماشي. انا هقول لك بقى حته كده من رحم المعاناه. ماشي. فانا حبيت وانا في الجامعه، في اول بقى بدايه يعني كنت لسه هلتزم، عارف لو ايه، كنت بدات اعمل فيديوز على فكره، يعني كنت مثلا اولى جامعه كده. ماشي. فحبيت واحده جدا، بص بقى، وهي دي. ماشي. وبجد بقى مفيش، عشان كده لما بتكلم في حته البنات دي انا فاهم انت حاسس بايه دلوقتي، فاهم؟ انا عارف انت يعني حابب واحده بجد والجو جاي من ده. هناك يعني. لا مش فكره جاي من هناك ان انا خبره يا عم، انا جاي من هناك في الحته المحترمه، عشان دايما بتقال جاي من هناك دي اللي هو ايه، انا مقطع السمكه وديلها وياما عملت وسويت وكان متجوز عرفي 5 مرات. لا يا سيدي، انا مش كده يعني نتجاوز، انا مش كده خالص. تمام. لكن انا يا سيدي واحد مريت بفكره ان انا احب واحده. ماشي. تمام. بس بعد ما الدنيا مشيت شويه، لا انا اكتشفت ان في اختلاف كبير جدا في التفكير جدا، مم. تفكير كمان بعيد خالص. مم. فانا ابتداء، ودي الحمد لله من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع باظ. تمام. يعني سبحان الله الموضوع وقف بطريقه غريبه. اقولها عادي؟ قولها عادي. طيب بص، انا غشيم شويه، مم. يعني بصراحه، يعني في انا الكلام ولا في الفعل؟ لا مع نفسي. اه ماشي. يعني انا لما بحب اسيب حاجه مش تسيبه على بقول لها طول. ايه انت وحشه هبعد عنك، ما قالش كده للاسف. انا هسيبك انا سبتك اصلا. يعني للاسف يعني. ايوه. مش عارف للاسف دي صح ولا لا، بس يعني البنت دي كان خلاص بقى وعود ومش عارف ايه والدنيا لطيفه خالص، وانا بصراحه حسيت ان الموضوع حرام. يعني مش وعود، لا انا ما وعدتش بجواز والله، بس كان كلام اللي هو ايه، احنا خلاص مقتنعين ببعض، خلينا نقول اللفظ صحيح عشان ما بقاش وعدت حبيتوا واخلفت بعض. يعني. كان في حب. تمام. جيت عند وقت السلام عليكم، يعني والسلام عليكم ليه؟ انا والله ده حرام، مم. وانا مش شايف ان اللي بنعمله ده صح، ومش شايف ان دي اخرتها صح. فلو ربنا كاتب وشاء زواج هيحصل، لم يشاء ده خلاص مش هيحصل. مم. فرحت مشيت من هنا وخلاص، الدنيا مشيت، اتخطبت وشافت حياتها وربنا يوفقها. وبعد ما قعدت مع نفسي كده قلت الله الحمد لله والله ان الموضوع ما كملش، مش علشان هي وحشه، والله العظيم ربنا يبارك فيها بجد والله، ويحفظها ويهديها ويرشدها للخير، ويمكن اللي بعدها اكيد احسن مني، مش يمكن ده اكيد ان هو احسن مني. لكن في نفس الوقت لا، انا اكتشفت من اصلا شكل الزواج بتاعها، ما انا شفت طبعا، يعني انا مش هكدب عليك يعني، كانش هينفع لان كان في حب عالي قوي، فاهم؟ فشفت المنظر، لا الاختلاف المعايير كانت مختلفه قوي، فبالتالي كنت انا هعاني جدا، لان انا بحبك. فاللي بيحب ده طبيعي جدا بيقدم تنازلات مهما كان، يعني فاهم قصدي؟ يعني انا ممكن مثلا ايه، هحط الضوابط اللي انا عايزها، بس هيجي في ضابط كده تقول لي بس عشان خاطري، طب خلاص ماشي فتعدي. لا ما تعملش كده في نفسك، ماشي. اتجوز واحده دي هي دي اهم حاجه، لان نفس التفكير نفس اللاين، مش نفس التفكير بس، يعني مش فكر بس تفكير في جوانب الحياه العاديه، لا احنا ديننا واحد. يعني احنا الاثنين متدينين، تديننا واحد بقى. اصل في تدين اللي هو ايه، بص صلاه صوم زكاه حجاب قشطه حلو، بس اختلاط لا. ده نوع تدين، يعني مش تدين، ده نوع من اللي موجود دلوقتي تحت بند التدين. ماشي حلو كده، ده ينفع، ده ينفعك، توكل على الله خلاص، اتفضل يا فندم، وارضى بالذنب ده وعيش حياتك بيه بقى، مشكلتك مع ربنا سبحانه وتعالى مش معانا. طب لا يناسبك ده، لا خلاص ما تعملش ده في نفسك. فابتداء كده القاعده الكبيره اللي بتتحط ايه، لنا بالموجود لا بالموعود. ما تجيش بقى انا مثلا البنت محترمه منتقبه مثلا دينها على خلق والكلام، ولا بصي والله الشهر الجاي هصلي، اوعدك مش هتتجوزيني لو انا من المصلين في الصف الاول، اتفضلي مش على طول. لا مالناش دعوه، روحي اوعد بعيد يا ابني، مش وقت وعود احنا والله، صح فاهم؟ نفس الكلام العكس، والله ده انا عشانك هتحجب والله انت زي الفل والله. بس الوعود دي ما بتاكلش دلوقتي، انا لابل اللي قدامي دلوقتي فاهم؟ لان فكره انت تغير دي حاجه، يعني احنا عندنا نوعين من الهدايه في القران او في الدين عموما. في هدايه من ربنا سبحانه وتعالى، هدايه توفيق، دي اللي هو ايه، واحد نام عاصي صحي مؤمن، ده بيحصل يعني، ده اللي هو ايه، ربنا في ثانيه في غمضه عين، حلو كده. وفي هدايه ارشاد اللي هو دعوه ويلا وخير ونحاول ومش عارف ايه وبتاع، فاهم قصدي؟ دي بتاخد وقت، بتاخد بروسس معينه كده لازم تتعمل. انت قادر على ده؟ طب انت واثق في نفسك لدرجه ان انت ما تخشش في حاجه زي دي فتنتكس انت شخصيا، ترضى بالمستوى التدين ده؟ لا، خد اللي شبهك. طب خد اللي شبهك دي شتيمه والله خالص. طب انا كيوسف بالنسبه لناس كتير انا مايع جدا، ايه المنظر اللي بيتكلم، ايه الاشكال اللي بتتكلم في الدين دي وواحد تاني شايفني ايه، لا يا عم ده متشدد، والله بسمع الاثنين. انا كده يعني انا عندي ده كده وعندي ده كده، فانا لما اجي اخد بقى، لا اخد من ده ولا اخد من ده، تاخد اللي في النص، انا اخد زيي، مش اللي في النص ان انا معتدل، اخد من الليفل بتاعي ايا كان انا فين بقى. لان انت كده بتضيع بنت الناس معاك، والعكس صحيح، بتضيع نفسك. انت دخلتي على واحد مثلا انت مصليه قوامه مش عارف ايه وعندك ضوابط في الاختلاط، رحتي رايحه متجوزه واحد قشطه معاه، هيخليكي قشطه، فاهم؟ وممكن بقى ما تدركيش ان انت بقيتي قشطه غير في النار، دي الفكره. يعني مش شرط، ما انت خلاص انغمستي في الحياه
وبقيتوا بتختلطوا مش واعيين لده. ما اصحابي يا عم ده مم. انت هبله. مريم دي كده من واحنا صغيرين في اوعي تشك فيها مش فهي خلاص بدات تستسيغ الموضوع وده مش هتاخد بالها. أيوة. خلاص انغمس ليه؟ خلاص انا عارف ان انا هنا، لو سمحت تعالى اقف جنبي هنا ونبدا مع بعض. طب لا والله انا بقى متاخر شويه، ربنا يوفقك مع حد متاخر شويه وطلعوا مع بعض بقى. طب انا قدام شويه خد حد. طب اقول لك على حاجه، انا اتقدمت لواحده، عملت رؤيه يعني مش اتقدمت، رؤيه كده، وشفت واحده منتقبه ربنا يبارك فيها، قمه التدين والاخلاق لما كنت واخد قرار انا هتجوز تمام، وحاجه عارف انت كلمه بيرفكت قليله يعني، حاجه بجد اللي هو رضي الله عنها يعني، حاجه جميله لا بجد رضي الله عنها، ربنا يرضى عنها، دي حاجه ما فيش مشكله. فانا مبهور بيها جدا. وجيت عند حته كده والله بعد مثلا رابع خامس مره رؤيه يعني، بنقعد وبنتكلم ونشوف شخصيات بعض وهكذا، جيت كده استخرت ولقيتني مش مستريح. طب انا مش مستريح ليه؟ بجد فرق عني. مم. انا مش مكسوف اقول كده، بجد فرق عني. دينها اقوى يعني. بجد انا يعني مش فكره دينها اقوى علميا وكده، لا انا حاسس ان في فرق كده ما انا لمسه. انا خايف عليكي مم. يعني، انا خايف انزلك الدرجه دي. خد بالك الدرجه دي ممكن تبقى في الفاضل يعني، ممكن تبقى في الحاجه الحلوه يعني، مثلا انا شايفها بتقوم الليل بكذا وانا طب بقوم ليه ما مثلا. قلتش ان انت هي اللي هتشدك لفوق؟ مفيش، انسى بقى انسى ست تشد راجل لفوق، مم. الراجل يشد لفوق، ماشي. انسى. القوي بيشد الضعيف. حضرتك بقى شايفه نفسك قويه ومفتوحه العضلات، خلاص حضرتك بقى روحي بقى في الجيم مع الرجاله وربنا يوفقك. انا بالنسبه لي عايز واحده رقيقه ضعيفه زي ما النبي وصفها صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قوارير. مم. القاروره ازاز حاجه سهله تتكسر جدا. انا عايز الحاجه اللطيفه دي اللي حافظ عليها. لكن حضرتك ناشفه وجامده مش ده طبع الست. طبع الست العكس بقى، انا اللي هشدك، انا اللي هطلعك، او انا اللي هنزلك. فانا والله ما رضيتلهاش ده يعني. ربنا يوفقك. طب خلينا نتكلم بقى في شويه اسئله شبه جدليه يعني. انت شايف ان الستات او البنات اللي مش متحجبه دي اقل ايمانا من الناس المتحجبه ولا لا؟ يعني هل الحجاب حاجه من الحاجات اللي بنبدا نقيم عليها؟ هي كده فرض، بس انت التقييم بتاع البنت ان انا اقيم واحده مثلا عشان اتجوزها مثلا؟ لا عامه. انا اقيم الناس اللي انا مالي عادي في ناس عامه. اصل انا اصل انت حاطط لنفسك دلوقتي قلنا ستاندرد ان انت اي فكرة حد إن أنا مش محجبه خلاص هي اكس خلاص بالنسبه لك، مش بالنسبه لناس تانية بس كايمان. عايزين نوضح دي نوضح دي فكره ان انا اصلا امشي اقيم الناس دي انا ضدها. حلو كده، انا مش دعوه يعني. والله بنت محجبه مش محجبه انا لا ينفعني ولا يضرني ده، الا لو انا ليا سبيل للدعوه ليكي فتحجبتي فاخد اجر، او نصحتك فسمعتي نصيحه فنبتت في قلبك شيء يعني، رميت بذره كده في قلبك، فالحمد لله لقيتك بعد 5 سنين. انت عارف انا والله حصلت لي بجد من واحده مش اسمها، دخلت بعتت لي كده قالت لي انا اتحجبت بسبب فيديو انت نزلته كنت جايب سيره الحجاب في النص كده. دي كلمه انا رميتها اصلا من غير ما اقصد، ولا كنت محضرها ولا بتكلم عن الحجاب اصلا. فهي دي انا بالنسبه لي البنت دي اهميتها بالنسبه لي، لكن هي يعني اهميتها بالنسبه لي في النقطه دي خصوصا، مش اصلا ان هم مش مهمين يعني، لكن في ان انا امشي اقيم لا دي كذا دي كذا بناء على الحجاب، انا ما بحبش ده. طيب فمعنى كده الحجاب معيار ولا لا؟ معيار، بس معيار لما انا احب ان انا اختار حاجه. يعني انا مثلا ماشي في الشارع كده، حلو العربيه دي، وحشه العربيه دي، حلو العربيه دي، وحشه، ايه ده؟ ايه الفضل ده؟ لا انا مش دعوه، فاهم قصدي؟ طب بلاش مثال العربيات والجمادات عشان البنات بتضايق من الامثله دي، يعني ممكن اضرب نفسي مثال بكده يعني، بس ما علينا. البنت دي كذا، البنت دي انا مالي، انت ماشي بص على البنات ليه اصلا؟ حلو كده. طب تعالى نطلع من النظره دي كده ونتكلم بقى على فكره الحجاب عموما. هل الحجاب ده معيار للايمان؟ قطعا. مش حاجه ربنا فرضها. سؤال، الصلاه معيار للايمان؟ يعني ده عماد الدين، صح كده؟ طيب بس الصلاه حاجه ايه يعني؟ حاجه من غيرها لا يستقيم دينك اصلا بالزبط. وفي اختلاف على كفر الشخص ده وزندقته والكلام ده كله. تعال ننزل ليفل لفرضيه الحجاب. طيب واحده دلوقتي محجبه، هل هي افضل من اللي مش محجبه؟ انت عايز تقول كده صح؟ بالظبط، صح كده بالظبط. هي افضل من اللي مش محجبه في الحجاب. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني واحده محجبه واحده مش محجبه في ماده الحجاب مين اللي ناجح؟ اكيد اللي محجبه، صح كده؟ طيب ماده الاسلام عامه. طيب ثانيه بقى، مين اللي في الجنه ومين اللي في النار؟ دي مش عندي بقى، مش ولا عندنا كمان طب هي احسن من دي كليه يعني في كل حاجه؟ ما اعرفش. طب انا اسف، ما يمكن اللي مش محجبه دي هي بتصلي وبتتصدق ودي التركايه اللي عندها. خد بالك الخطاب ده مش بطمنك ان انت كده تمام والدنيا حلوه، لا هي دي كبيره من الكبائر وتعذبي عليها، عشان بس ما نبقاش بنداهن يعني. لكن انا عايز اطلع من حته المعياريه اللي احنا بنحطها ونقيم الناس فين. انا ضد ده. لا تقول جنه ولا تقول نار ولا تقول احسن ولا اوحش، انت اوحش واحد ابتداء كده، ما تتعداش حدودك، تمام. لكن كمعيار الحجاب طبعا الحجاب دليل على ايمان البنت دي،
لغايه اما يثبت العكس بقى، يعني لغايه اما هي محجبه فلاقيها طالعه من كباري في شارع الهرم. لكن انا ما اروحش لواحده محجبه اروح اقول لها ايه على فكره بقى انت ممكن تبقي شمال. ايه ده؟ في ناس بتعمل كده كتير. ايه ده الهبل ده يعني؟ ايه ده؟ معلش انا اسف يعني اروح بقى لواحده مش محجبه اقول لها انت 100% شمال؟ هل ده معياركم؟ لا، ده مش معياركم ده صح؟ المفروض لا. بس ولا معيار اي حد بس هو عاقل. في ناس بتعمل كده. مش معيار اي حد عاقل، انا مش دعوه ده خلل. ده خلل عقلي. بالناس فعلا. تمام. بس فانا عايز اطلع من الحته دي بايه؟ الحجاب معيار للايمان طبعا، لكن اقدر اقول مثلا بقى تعالى نعين بقى مريم ومرام. ماشي. مريم احسن من مرام عشان محجبه، هي احسن منها في حته الحجاب، تفوقت عليها ايمانيا في نقطه الحجاب دي. لكن دي مثلا لو مش بتصلي فدي اتت كبيره زي ما دي اتت كبيره. فانا ضد التقييم، لكن مع الخطاب اللي بيقول اتحجبي عشان الحجاب كبيره، ولو ما اتحجبتيش هتدخلي النار بنص النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويشملك بالرحمه والعفو. لكن النص اللي عندنا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها. بس بكل بساطة فتحجبي يعني دي الخلاصة يعني اهدي كل بنات يا رب المسلمين. يا رب يا رب. طيب في بقى جدال تاني على موضوع الموسيقى والاغاني. ده مش جدال. لا مش جدال. حد جادل فيها؟ لا مش جادل كده، بس هو جدال في حته اللي هو في الاجماع بيقول ان الموسيقى نفسها حرام، وفي ناس بتقول لا الاغاني كلها حرام، وفي ناس بتقول لا الحاجات اللي طالعه من الفم مش حرام. في حوار كبير كده على موضوع الموسيقى. فالموسيقى دي انت شايف ان في الخلاف ولا الامر واضح صريح، حاجات محرمه وحاجات محلله في موضوع الاغاني؟ المعازف انا هاخد من الكلمه دي المعازف والكلمات على حسب انت بتقول ايه. يعني على حسب الكلام اللي طالع من بوقك حضرتك. دي مش فتاوى على فكره، ده كلام مسلم بيه في الكتب عادي جدا، انا بنقله لك. يعني مذاهب الاربعه، اعمل سيرش دلوقتي بجنيه على جوجل تمام، وقول اراء الاربعه. ابو حنيفه نصا في كتب الاحناف، الشافعي في كتب الشافعيه، الامام مالك رحمه الله، الامام احمد بن حنبل، الاربعه من بقهم هم نفسهم اللي بيقولوا ان المعازف حرام. ودول المذاهب الاربعه المعتمدين اللي احنا ماشيين عليهم. وديفينيشن المعازف اي حاجه بتعزف ولا برضو موسيقى؟ في علماء استثنوا الدف وقت الافراح وبتستخدمه النساء. من العلماء استثنى ده، وفي من العلماء وده كتير برضو قال لك لا حتى ده لا. حلو. فاحنا هنا الجدال، بصوا يا جماعه، يعني انا دايما دي قاعده الشيخ علمها لنا واحنا بندرس الفقه، دي عندنا قاعده كده ذهبيه. مسائل الخلاف قاعده كده بتقول الخروج من الخلاف اولى واحمد من الوقوع فيه. يعني تخيل اقول لك مثلا لو شربت كوبايه الشاي دي في احتمال تتسمم واحتمال لا تطلع كوبايه شاي حلوه بسكر، فانت تروح له ايه؟ لا بس كوبايه احتمال يبقى فيه سكر وروح شارب الشاي. ده عاقل؟ لا ده نص عاقل. في نص طاير اللي هو احتمال يتسمم. كله طاير كده. ده لو في احتمال ان انا اتسمم صح كده، ان في احتمال بس انت تتسمم، ده العقل كده مش موجود. بس كده ببساطه شديده جدا يا سيدي، تعال نسلم ان في خلاف، تعال نسلم بده. في علماء قالوا بالحرمه ودول الكتير، وده الجمهور، منهم ابن مسعود، منهم ابن عباس. ابن عباس حبر الامه، النبي دعا له اللهم فقهه في الدين صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، قال بحرمه المعزف. وابن مسعود نفس الكلام. خلاص بقى انت بترسك بايه؟ ده لو سلمنا ان في خلاف، فانا برسك بايه؟ برسك بديني، برسك بقلبي، بعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. فده يعني ما ريسك مش في محله يعني. طب انت بتشوف الشاب اللي بيسمع قرآن وبيسمع موسيقى، هو كده دلوقتي، هو لحد دلوقتي قلبه ما مصفيش 100% ان الموضوع ده، فهل انت شايف ان ده فيه تناقض؟ كلمة تناقض دي كبيرة ماشي، بس احنا ممكن نقول حاجة تانية، ان في حاجة هتغلب على التانية، ودي المصيبة. ممكن تبقى البشرة لو القرآن اللي غلب، وممكن تبقى مصيبة لو الغناء هو اللي غلب. القلب مش هيستحمل الاثنين، مش مستحيل يستحمل الاثنين. مفيش قلب بيستحمل الاثنين خالص، ما يستحملش طعم وعصير في نفس الوقت. فالشخص اللي غالب على قلبه الطاعة والأعمال الصالحة تلاقيه لما بيعمل الذنب قلبه ميت. قلبه ميت، مش قلبه مات مش حاسس، لا اللفظ مش صح، قلبه متقطع متضايق. عارف لو بيسمع قرآن ووقعت منه في أغنية ولا حاجة، ده ما عارفش ينام. في ناس كده يعني بجد ممكن ما يبقى في أرق. واحد تاني يقول لك ده بقى اللي بيهم نفسه، انا في الاثنين زي الفل والدنيا ماشيه حلو وبسمع الاثنين وبسمع قرآن والدنيا حلوه خالص. طيب انت ماشي في سكه خطر، لان الغناء هيطبع خلاص هيكسب، فحضرتك قلبك ده لا يحس بقرآن تاني. فين مكان الوحي بقى لما كله غناء؟ فين الوحي؟ والوحي عزيز على فكره، مش هيستقر في قلبك ولا هتحس ولا تتاثر بيه طول ما في حاجه تانية حاططها معاه. فضي للقرآن. هنلعب لعبه ماشي اسمها ده ولا ده، هخيرك ما بين حاجتين وتشوف ايه الاقل ضرر. ماشي. ملتزم بيكذب ولا غير ملتزم وبيقول الصدق؟ ايه معنى ملتزم؟
ملتزم اللي هو محافظ على صلاته، محافظ على كل حاجه في الامور الدين، ما بيسمعش موسيقى، كل حاجه، بس لسانه بيفلت في الكذب كتير غصب عنه يعني. بيكذب يعني, يعني انت جيت له كده يا يوسف انت عملت ايه امبارح، يقول لك كنت نايم والله، وهو فين؟ هو كان في حته تانية بس مثلا. دي كبيره، ده حرام. ولا غير ملتزم. غير ملتزم يعني ايه بقى؟ غير ملتزم اللي هو مش ما بيصلي؟ مش بيصلي. مش بيصلي، لا مش بيصلي؟ ده مشكله كبيره. لا لا يكذب يكذب ونعدل السلوك ده، لكن مش بيصلي. مم. لو هنقيم ان ده خلاص، ده الفاينل ده ريزلت، الفاينل ريزلت. ده اخر حاجه خلاص. اه لا يعني ايه رايك؟ أنا- تارك الصلاه ايه والكذاب طب ايه؟ سؤال، هل انا سمعت حاجه ان المؤمن او المسلم يزني يسرق ولا يكذب؟ ده سمعتها فين؟ مش فاهم. سمعتها عن الشيخ شعراوي كان قايلها قبل كده. والله قال ايه؟ فالمسلم يزني يسرق ولا يكذب، يعني معنى كده ان الكذب ده كبيره كبر. الله يرحم الشيخ يا رب، والله انا بحب الشيخ شعراوي جدا. بس اللي انا عايز اقوله يعني ان ممكن في اوصاف بتتقال كده عشان نبين ضخامه الموضوع وعظمه، يعني فاهم قصدي؟ يعني زي مثلا الحديث بتاع تارك الصلاه كافر مثلا، او في معناه يعني الاحاديث اللي وردت هنا، وعلى يقول لك لا ده على سبيل يعني التوبيخ الشديد يعني. تمام، عشان كده يقول لك لا مش كفر اكبر مخرج من المله. فساعات ده بيبقى في الوصف، يعني لو انا عايز اوصل لك ان الموضوع ضخم جدا جدا. فاللي يزني الزاني هو مؤمن مثلا، هل هو مش مؤمن؟ لا، بس هو هنا في اللحظه دي انتفت عنه الصفه عشان بيفعل الفعل دي مثلا. ففي اوصاف بتبقى كبيره شويه بس عشان نوصل لك ضخامه، زي ما ابوك مثلا يقول لك ايه الله يرحمه، لو رجعت متاخر الساعه 12 هعلقك من رجليك. مش هعلقك من رجليك، بس الموضوع كبير. ايوه فاهم. بس فملتزم بس، ونقومه في حته الكذب. نقومه طبعا. طيب عشان انت قلت مش بيصلي بس، يعني فاهم حته مش بيصلي دي اكبر كبير. طب هو لو بيصلي بس بقيه الامور التانية مش ملتزم بيها قوي، بس بيقول الصدق، يعني بيصلي بس، يعني يصلي وما يكذبش. اختار كده. هو بيصلي بس مش ملتزم بالحاجات التانية، بيعمل كل حاجه تانية، بيعمل كل الكبائر التانية، بيعمل حاجات كبائر كتيره. بس ليه بتخارني بين فاسق وافسق؟ اختار. احنا عايزين واحد يعني يديني واحد كده كويس الطف منه شويه. طب تعيش في بلد مسلمه وفيها فساد، ولا بلد غير مسلمه وفيها عدل؟ حلو ده. بلد مسلمه فيها فساد. بلد مسلمه فيها فساد. بلد مسلمه. بلد مسلمه يعني بلد مسلمه، يعني بلد مسلمة عارف اصلي في المسجد، تعرف تصلي صح كده، بس فيها فساد. بس عارف اصلي في المسجد، تعرف تصلي في المسجد، بمارس الشعائر بتاعتي عادي، تمارس الشعائر بتاعتك اللي هي سبيل الدعوه فيها. ليك ليميت فيها بقى، ليه ليميت فيها، بس اللي هي سبيل شغال في الدعوه، صح. لكن البلد مش مسلمه دي مش هتسمح لي بالصلاه في المسجد. بلد غير مسلمه وخلاص، يعني اي بلد غير مسلمه. البيئه اللي حواليا عامله ازاي؟ البيئه اللي حواليا كفره. طيب لا يعني بيئه مسلمه طبعا. بيئه مسلمه يعني حتى لو النظام العام فيه فساد، لكن هلاقي الصحبه اللي تعني على الصلاح يعني. لكن هناك انا مش عارف اعمل حاجه لوحدي. طيب صاحب بيحبك بس ساعات بتطلع منه كلام عليك من ورا ظهرك، بس بيحبك غصب عنه كده، طلع كلمتين كده يوسف لا مش عاجبني الفتره وما قالكش الكلام ده، ولا صاحب يعني صاحب ما بيحبكش بس ما بيتكلمش عليك في ظهرك، بس انت يا دوبك عارفه سلام تمام ما بيحبنيش، لا معرفة سطحيه وصادق معايا في وصادق يعني؟ معاك بس هو بينه وبينك يعني هو معرفة سطحية، بس لما انا ماليش دعوه مش هتكلم عليه، بس من جواه هو ما بيحبكش، انت مش مستلطفك. وصاحبي التاني ده بيحبني بس بيخوض بيحبنك بس بيخوض فيك، بيخوض فيا يعني بيطلع عليك كلام من ظهرك. مش بيحبني كده. لا مش يعني بيحبني، ده بيحبك بس لسانه فالت كده، عارف انت الناس اللي لسانها فالت، عارف بس يعني برضه عارف اللي هو يوسف ده لا يعني ده ابن كذا وتفلت منه يعني في ناس لسانها زفر شويه، ما هو ده لكن مش بيخوض في عرضي ولا شرفي، لا مش بيخوض في عرضك، انا مش هقول ان انت بيغلط غصب عنه. لو بحبه هتغفل يعني. يعني هو ده النبي عشان كده يعني النبي كان عنده خلق التغفل ده عالي جدا. الكفار لما كانوا بيشتموه يقولوا ايه، يبدلوا اسم محمد بمذمم، قبح الله مذمما، يقعدوا يشتموا فيه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح لابو هريره يقول له ارايت يا ابا هريره كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما وانا محمد، بيشتموا مذمم، انا اسمي محمد اصلا، ما بيشتمونيش انا. فالتغافل ده خلق كريم جدا، يعني صاحبك بتحبه وبيحبك وعارف انه عنده تكه كده فلته منه، تغافل قبل حاله. وانت بتدي النصيحه في فيديو وشايف ان النصيحه دي هتفرق مع الناس، تديها باسلوب صريح جدا مع الناس عشان تفوقهم، ولا تديه باسلوب متلاوي شويه بس عشان عارف ان التلاوي ده هتوصل للشباب؟ السؤال ده جامد قوي على فكره. بجد. لا ثانيه معلش عشان عايز اصلح حاجه كنت محضرها للنقطه دي. ربنا بيقول في القرآن، عشان دي حتة معلش دي لازم نختم بيها دي بجد، ماشي؟ دي هنختم بيها خلاص. ربنا بيقول في القرآن ايه؟ واذكروا ما فيه، لا خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوة. حلو كده. فده مبدأ الدعوة اصلا.
مبدا الدعوه ان انا تدينت والتزمت، يلا ده رقم 1. طب وبعد كده اداري بقى ولا بقى؟ لا، ابين اللي فيه. يعني مثلا واحد صاحبي عزمني على فرحه اللي فيه اغاني واختلاط انا مش جاي. ليه مش جاي يا يوسف؟ ده طبعا يعني انا ممكن اكون اجابتي واضحه، ممكن حد تاني صاحبه بقى مش واضح بالنسبه له، ملتزم قوي مثلا او كده، او ظاهره مش كده، فيقول له مش جاي، فيقول له ليه؟ لا اصل انا بقى مش عارف عندي ايه، عندي ميعاد حلاق بالليل يقعد يحور في الكلام عشان ما يسمعوش كلمه ايه. لا، سمعوا كلمه حرام. لا، سمعوا يعني بين اللي انت خليك صريح. طبعا واضح. خليك صريح، بس خليك صريح دي ما تتقالش واحنا ايه حرام يا ابن الكذا يا كافر يا ملحد لا أيوة. خليك صريح بادب برضه، يعني فاهم قصدي؟ يعني برضه يبقى في لين في القول كده. والله يا حسين انا مش عارف اجي النهارده. ليه؟ اصل انت فاهم انا كذا وكذا وكذا حرام، وانا مش عارف ابقى موجود هنا، بس انا بجد فرحان لك وكان نفسي ابقى معاك جدا، بس لو كان الموضوع في شكل الطف من ده، في شكل احسن من ده، في شكل ما ناخدش فيه ذنب، تبقى وصلت له النصيحه. عارف الجمله دي والله يا جماعه، فكره ان انت تداهن ما بتجيبش نتيجه زي الصدق او زي اللي انت تقولها له. فكره ان انا مثلا اقول لك ايه، والله بص يعني كذا كذا، واقعد احور عليك واقدمها لك بطريقه مش عارف ايه، مش زي ما اجي اقول لك كذا حرام بلاش تعمل كذا. شايف دي وقعها على القلب، قلبك يتاثر قوي. صح. اللي قدامك كده لو عنده قلب فعلا يرتجف كده، تهز، يبدا يفكر. تصدق عندك حق. وما تلاقيش ابدا والله العظيم، انا ما فيش واحد وقفته وانا ماشي في الشارع بقى، ممكن اشوف واحد واقف مع بنت ولا حاجه بدخل عادي، السلام عليكم تعالى عايز اتكلم معاك عادي جدا. ما فيش واحد وقفته واتكلمت معاه الا ولقيته جاي منه، والله العظيم. كله عايز يسمع على فكره. فكره ان واحد تيجي تروح تنصحه يقول لك امشي يلا انت هتعمل لي مش موجوده، يعني قليله قوي. ولو ربنا وقعك في ده يبقى بذنبك برضه، فاستغفر ربنا وتوب يعني. لكن كله عايز يسمع الصح، فسمع الصح. انت بقى ما تعرفش دلوقتي مثلا قلت له ايه السجاير دي حرام، انت عارف انا خالي، عشان بس انا اختم بيها دي، خالي ما بيحبش يقعد معايا ربنا يا رب يبارك فيه يا رب، هو ظابط جيش كده وحد شويه، بس بيتجنبني. ليه؟ نقعد في القعده راح بس اسمع، بقول لك يا احمد السجاير حرام، يقول لي ماشي يا يوسف، 10 دقايق اسيبه فاهم، او اجيب حاجه من جوه ولا حاجه واجي له تاني، احمد السجاير حرام. بس ده عشان خالي وهيستحملني، بقعد اتك عليه كده، بقعد اسمع له كل شويه، لدرجه ان هو بعد كده يتكلم معايا، طب انا مش بعرف، طب انا مش بقدر، طب هي دي بقى. افضل سمع بطريقه كويسه بطريقه لطيفه، ده هيجيب نتيجه قدام. المثال بتاعنا ارمي البذره، هتطرح امتى مش بتاعتك، بس ارمي البذره. يمكن الشخص اللي انت هتكلمه عن التوبه دلوقتي هيتوب كمان 20 سنه في ميزانك بسبب كلمه قلتها. ارمي بذرتك، حذاري تشوف واحد، وده بجد قاعده عامه بقى، حذاري تقابل واحد وما ترميش بذره فيه. اديله حاجه يا عم، يعني يا عم علمه حاجه. احسن جمله نختم بيها يا اخي، علمه حاجه وارمي بذره، يمكن قدام تكون البذره دي هي الاساس بتاع الطرح الكبير اللي ممكن يطرح فيه. يمكن يبقى داعيه كبير، ممكن شيخ عالم، الله اعلم. انا مبسوط جدا بالحلقه النهارده يا يوسف. انا اكتر بس هي عدى بسرعه جدا، عدى بسرعه، وان شاء الله يعني نعمل جزء تاني قريب، نعمل جزء تاني قريب. ويعني الناس اللي يعني قليل قوي اللي مش هيكونوا متابعينك يعني، بس الناس اللي مش متابعه يوسف هتلاقوا الانستجرام اكاونت بتاعه تحت، خشوا اعملوا فولو واسمعوا الراجل ده بيقول ايه. الراجل ده بيقول كلام كويس جدا جدا جدا، واسلوبه يعني زي ما هو قال، هو ممكن يكون بدأ في الاول مهاجم، بس دلوقتي اسلوبه راقي جدا وبيفهمك فعلا مدى المسج اللي هو عايز يوصلها من الفيديو. ربنا يبارك فيك. مبسوط جدا جدا جدا، واتمنى تكون مبسوط معانا جدا والله جدا يعني. انا هختم بص بحديث النبي عليه السلام لما قال لسيدنا معاذ، انا بحب الجمله دي جدا، والله يا معاذ اني لا احبك، ده من السنه برضه ان انا اقول لك يا حسين انا بحبك، يعني دي لازم والله وانا بحبك، ربنا يجمعنا يعني. وان شاء الله كده الحلقات الجايه، وتستنوا بقى العوده القويه جدا 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 بعد اسبوعين قعدناهم من غير حلقات. وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تخلي الفيديو ده يوصل لناس تانية تستفاد منه كمان. سلام.